نادي روتري الناصري تأسس سنة 1952. احنا نادي خيري لصالح المجتمع بأسره. من خلال عمل النادي قمنا بمشاريع عدة، أهمها تبرع في وحدة غسيل الكلى لمستشفى الناصرة الإنجليزي، ومن بعدها كانت عدة مشاريع اللي جابت بالخير لأهل البلد. هذا جزء بسيط من أعمال النادي. طبعا هناك أعمال كثيرة، تبرعات لعدة مؤسسات خيرية تعمل لصالح المجتمع والناس والأهل والمواطنين في الناصري. فكرتي لتنفيذ مشروع تركيب أجهزة إنعاش القلب ديفربيلاتور، تأسست الفكرة بمشاهدة كانت بسيطة للعبة كرة قدم سنة 2008، عندما سقط أرضا الحكم سهيل داوود، حكم دولي طبعا. اللي أنقذه بهاي اللحظة كان الجهاز لإنعاش القلب الديفربيلاتور. ومنذ ذلك الحين بقيت الفكرة في راسي حتى أقدر يعني أنتهز الفرصة لتنفيذ هذا المشروع وتركيب هاي الأجهزة في كافة أنحاء الناصري. ومن ثم إن شاء الله بنجاح هذا المشروع سوف ننقله لقرى وبلدان عربية أخرى، لأنه هذا مشروع جدا حيوي وجدا هام لأهل البلد بشكل عام، للزائرين للبلد، وخاصة الناصري اللي بإمها ناس وزوار من جميع أطياف العالم. ولهذا اجتمعنا في إدارة نادي روتري الناصري اللي دعم هذا المشروع. تكاتف جميع الأعضاء حول هاي الفكرة، وبدأنا نخطط وننجز فعاليات للم تبرعات وأموال لأجل تجنيد المال الكافي لشراء هذه الأجهزة. أول شيء هذا الحدث هو حدث مش أقل من تاريخي، لما في جهاز اللي هو جدا بسيط اللي استعماله بشكل أبسط ما يمكن. لما تشوف إنسان وقع في محل اللي هو مثل المحل احنا واقفين فيه، ساحة العين اللي هي ساحة تاريخية بتعج بمئات آلاف الناس في السنة، وأي إنسان هون صفرا بحاجة أنت تنقذه، تيجي على هذا الجهاز بتركبه عليه والجهاز بيحكي وبقول لك شو لازم تساوي. صراحة كطبيب بقولها، هاي اللحظات اللي أنت بدكاش تكون بعيد عن هذا الشخص عشان تنعشه، ولكن جهاز ممكن ينقذ حياة بشر. وهذا الإشي الحلو اللي حطه نادي الروتري هون في الناصري، ومع رئيس النادي سيد نكولا بولس حطوا فكرة رائعة اللي عن جد بحاجة لمئات إحنا من هاي الأجهزة، مش بس بالناصري. أنا بدي الوسط العربي كله ينعدى من اللي عم بيصير اليوم بساحة العين. بدي الناس تسمع وتفهم إنه هذا الإشي جهاز جدا غالي علينا. فنشكر نادي الروتري، نشكر جمعية أصدقاء مستشفى الإنجليزي، نشكر كل القائمين على هذا البرنامج وكل الناس تبرعت. ال 40 جهاز دول اللي موجودين اليوم بلشنا فيهم هون، لازم يكونوا 400 بالناصري وآلاف في مجتمعنا. تأمل أول شيء إنه ما نستعمله هذا الجهاز، إنه تضلها الناس بصحتها، ولكن في حالة لا سمح الله صار في هذا الوضع إنه هذا الجهاز ينقذ حياة الإنسان اللي بيصابوا بنوبة قلبية ويقدروا يكملوا حياتهم بشكل طبيعي. نيتنا أن نضع حوالي 30 جهاز على هالشكل في حسب تنظيم من بلدية الناصرة ومن نجمة داوود الحمراء حسب الحاجة لهذه الأجهزة في أماكن مختلفة من الناصرة. نادي الناصري بمجالات كتير كبيرة، كل السنين قامت بكتير مشاريع بالناصري اللي كان فيه تعاون كتير كبير بين كل النوادي، وهاي الثمرة احنا عمالنا بنشوفها اليوم. فأنا بدعي إنه كل نوادي الناصري تدعم بعض، تكون كلياتها مع بعض كإيد واحدة. مزبوط، يعني هذا عمل إنساني كبير، وأنا ممنون كتير للنادي اللي بيعمل شغلات من هالشكل اللي بتاخذ صدى في
في كل أنحاء البلاد من الناصري ولخارج الناصري، وبتمنى دائما للنادي الاستمرار في هاي النشاطات اللي هي إنسانية اجتماعية مساعدة لكل فئات الناس. مبروك على الجميع.